حسام حبيب: طلقت شيرين بسبب اللي بيحصل في أوضة النوم. كشف حسام حبيب عن أسباب انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وقال: أوضة نومنا كانت كأننا عايشين في محطة مصر وهي ما عندهاش خصوصية وده ما ينفعش، واتخانقت مع شيرين بسبب إني بكون قاعد في أوضة النوم وبلاقي ناس داخلين عليا الأوضة. وقال: شيرين حاولت الانتحار بعد دخولها للمستشفى، كانوا داخلين فاتحين مطوة وهم واخدينها للمستشفى ونزلوها من بيتها بالبيجامة وخرجوها على الأرض. وقال: اتضربت ووقعوني على السلم وقالوا لي لو عملت محضر هتتضرب أكتر، ودي واحدة لا عارفة بناتها فين ولا معاها فلوس ورفضت تاكل طول التلات أيام. وكشف حسام حبيب تفاصيل تعاطيها للمخدرات ووصولها للمرحلة الثالثة من الإدمان قائلا: شيرين موصلتش للدرجة التالتة من الإدمان في أسبوع، لكن هي من زمان بتشرب مخدرات وأنا ما كنتش موجود وقتها. ووجه سؤال إلى شقيق شيرين حول اتهاماته ليه إنه السبب في تعاطي أخته للمخدرات قائلا: سؤال علمي للشقيق شيرين عبد الوهاب، ليه ما خدتهاش لمصحة نفسية قبل بيان الصلح طالما مدمنة من الدرجة الثالثة. وكشف حبيب عن سبب طلاقه من شيرين عبد الوهاب قائلا: اتطلقنا انا وشيرين بسبب اصراري على انها تغير اللايف ستايل بتاعها والناس المحيطة بيها تبعد كلها. علاقتي بشيرين نقية وعمري ما أخدت منها جنيه ولا كسبت من وراها وعملت لها سيستم لإدارة شغلها. وكشف حسام حبيب عن سبب طلاقه من شيرين عبد الوهاب قائلا: طلقنا أنا وشيرين بسبب إصراري إنها تغير اللايف ستايل بتاعها والناس المحيطة بيها تبعد كلها. علاقتي بشيرين نقية وعمري ما أخدت منها جنيه ولا كسبت من وراها وعملت لها سيستم لإدارة شغلها. أخيرا ندعوكم للاشتراك بالقناة وعمل إعجاب بالفيديو.